السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وتكونوا توحشتوني كما انا وليت كنتوحشكم. ولفتكم صراحه، ولفت نعاود لكم القصص بالطريقه ديالي، وكنتمنى تكون الطريقه ديالي السرد ديالي كتعجبكم. غادي نبداو القصه ديال اليوم بلا ما نطول عليكم، ولكن قبل ما نبداها غادي نطلب منكم انكم الى عجبتكم لا فيديو دعموني بجيم، ببارطاج، بابوني، باش القناه ديالي تكبر اكثر واكثر ويبقاو يوصلوكم الفيديوهات ديالي. وما تنساوش حتى زر الجرس. القصه ديال اليوم قصه اللي هي قاصحه شويه، تعياو ما تخيلوا في النهايه ديالها ما غاديش تطيح لكم على بالكم، حيت فاش كنهضروا على الامومه كنهضروا على شي حاجه اللي كبيره بزاف، اللي واخا نعياو نوصفوها ما نقدروش نوفيوها حقها. وحنا كاملين كنعرفوا بان الام شي حاجه اللي كبيره، وبان حب ديال الام الابناء ديالها ما كيتعوضش وما كيتوصفش. فاش غنشوفوا النهايه ديال القصه ديال اليوم اللي هي صادمه ومؤلمه، غنبداو نطرحوا مع راسنا بزاف ديال الاسئله بخصوص الامومه. غادي يكون ان شوك، ولكن نخليكم تسمعوا القصه حتى الاخر. القصه ديال اليوم غادي تكون كتحكي لنا على واحد البنت اللي الاسم ديالها فاطمه، من مدينه تيفلت، من واحد العائله اللي بسيطه متواضعه على قد الحال. الام ديالها كتخدم في اي حاجه، يعني الميناج، في الديور، في اي حاجه، المهم انها كتجيب طرف الخبز. والاب ديالها عساس ليلي، يعني عائله مكافحه. هاد البنت هذه كانت كتقرا، كانت تقريبا في السن ديال 18 سنه كتقرا، كتمشي للليسي بحال البنات. غير هي الفرق اللي كان عندها على باقي البنات انها كانت فائقه الجمال، كانت زوينه بزاف. الجمال ديالها كان مثير، يعني الوجه ديالها كان جميل جدا، كان ساحر. فاللي كان كيشوفها كان كيتعجب بها بزاف. فهذا كان كيخلق لها مشكل نوعا ما مع يعني مع الرجال، مع الدراري اللي كيقراو معاها، يعني كتعرض للمضايقات نتوما عارفين. وهي رغم الجمال ديالها كانت داخله سوق راسها، كانت دايها في قرايتها، ما دايهاش في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. دوز الوقت غير اما في المدرسه ولا الدار، ولا راها مع صحاباتها وصافي، ما كدير حتى شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. ولكن اللي غادي يطرا هو انه واحد الوقت غادي يبدا يتربص بها نوعا ما واحد الولد اللي من عائله ثريه، واخد كيجي كل مره قدام الليسي، كان دايز وشافها عجباتو، ولا كل نهار كيوقف قدام الليسا، كيجي كيدوز كيحاول يهضر معاها، هي ما كتجاوبوش. كانت بنت عفيفه كتحشم، ما عندهاش مع التفليه، ما عندهاش مع يعني المصاحبه ولا شي حاجه. مهم كانت داخله سوق راسها. ولكن كما كتعرفوا اليوم غدا فبدات نوعا ما كتميل ليه، لانه كان كيجيب الطوموبيل. راكم عارفين الطوموبيل هو براسو باقي جون، طوموبيل اما ديال با ولا ديال مو ولا شي حاجه ماشي حتى ديالو، كيجي راكم عارفين كيجيو كيبقاو يتبوزاو قدام الليسي، كيبانو قدام البنات، ولا كانت شي وحده زوينه وما فحالهمش فكتوقع في الفخ، لانها كتبقى تحلم انه غادي يتزوج بها، غادي يخرجها من الفقر، غادي يتهلا فيها، غادي تفرح والديها، وكتطيح في الفخ. فنفس الشيء طرا البنت فاطمه. صافي ولات كتزعم، كتركب معاه في الطوموبيل، كيمشيو يدوروا مره هنا مره هنا مره هنا. من بعد تطورات العلاقه، فولا كيديها لواحد الدار ديالهم خاويه، ديال والديه خاويه. فعارفين شنو غادي يطرا في الدار بطبيعه الحال، مره على مره. فتدخلوا في علاقه اللي هي غير شرعيه للأسف، وفقدات العذرية ديالها. بل أنه الأكثر من هذا هو أنه من بعد واحد الفترة هو صافي تفارق عليها، وغادي تكتشف راسها أنها حامل. فهنا كانت صدمة كبيرة، خافت، ما عرفتش شنو غدير، ما قدرتش تقولها له. ما عرفش شنو التخوفات اللي كانوا كيدوروا في بالها اللي خلاوها أنها ما تقولهالوش. فالحاجة الوحيدة اللي كانت قدرت تدير هي أنها تصارح الأم ديالها وتقول لها شنو اللي طاري. الام ديالها بطبيعه الحال تصدمات، الام ديالها تصدمات بزاف، وكانت اخر حاجه تقدر توقعها من بنتها اللي بالنسبه لها شريفه وعفيفه. عارفين اي ام كيفاش غيكون رد الفعل ديالها، كانت مصيبه كبيره بزاف. شنو غيديروا، شنو غيقولوا للناس، شنو تقول لباها. فهنا الحل الوحيد اللي كان عندهم هو انهم يديروا اجهاض. بطبيعه الحال خداو العشوب، خداو راكم عارفين اي حاجه، التخليطات ولا الدوايات اللي كيسببوا الاجهاض كلهم جربوهم، ولكن بدون نتيجه. هذاك البيبي كتب له انه يبقى وما يطيحش، يعني مكتب له انه يعيش. فبالتالي
صافي كرشها بدات كتكبر، بدات كتبان كي غادي يديروا شنو غتقول لباها. بدات كتلبس الحوايج اللي هما واسعين باش تغطي الكرش. راكم عارفين الجيران العائله امر طبيعي انهم يكونوا خايفين من الفضيحه. راكم عارفين بقات يعني بقاو كيفكروا لقاو الحل الوحيد اللي غادي دير هو انه واحد خالتها تعاونهم. خالتها اللي كان تقريبا ما كاينش فرق بيناتهم كبير ديال لاج، تقريبا كبيره عليها بواحد 4 سنين تقريبا، كانوا متقاربين في السن. وخالتها كانت باقا صغيره. خالتها مزوجه كاينه في الرباط، فالام اتصلت بها وعاودت لها شنو كاين وعاودت لها المشكل. فخالتها قبلت انها تعاونهم يجيو لعندها على ما يوصل وقت الولاده. تجي عندها غير البنت وتبقى معاها. غادي تقول للناس بانها مشات حقا كتخدم، مشات لقات خدمه في الرباط، مشات كتخدم تما لانها خاص تبرر الغياب ديالها. تبقى حتى تولد وديك الساعه يكون خير. فالبنت على فكره هي بعد هذا المشكل توقفت على الدراسه، صافي ما بقاتش كتمشي للمدرسه، حبست القرايه ديالها. صافي داتها امها عند خالتها، خلاتها تما امها ورجعت بحالها. الاب قالت له راه حقا مشات تخدم، لقات لها اختي خدمه في الرباط وهذه هو تيق، هو اصلا مغلوب على امره وعساس كيخدم بالليل بالنهار كيجي غير ناعس، اصلا ما دايما جاي مسكين كيتقاتل غير مع الوقت وطرف الخبز. صافي بقات البنت تما حتى ولدات. صافي فاش وصل النهار ديال الولاده غادي تمشي معها امها وخالتها للطبيب باش تولد لا ماتيرنيتي، باش تولد تما. ولدت بنيه. هما الحاجه اللي داروا الخطه اللي فكروا فيها هو انه بلاصه ما غادي تسجل البنيه بالاسم ديال الام ديالها اللي هي فاطمه، فهما غادي يسجلوها بالاسم ديال خالتها وكأن خالتها هي اللي ولدتها. يعني كان نوع من الاحتيال. جابت خالتها فاش طلبوا لاكارت ديال الام عطات لهم لاكارت ديال خالتها. فهما ما داو ما جابوا لان حتى السن متقارب. البنت كانت ديك الساعه عندها 22 عام وخالتها كانت عندها تقريبا 28 عام هكاك ولا ما كاملاش. المهم ما كاينش فرق كبير بيناتهم. فما لاحظوش بان راه هذه ماشي هذه. من داو ما جابوا في التصاور. نتوما عارفين اخر حاجه طيح لهم في بالهم هي انه غادي يعطيو لهم لاكارت ديال امراه اخرى. صافي وصدقات لهم الخطات. سجلت البنيه بالاسم ديال بان امها هي الخاله ديال فاطمه. والخاله اقترحت عليهم انها تخلي البنت معها، البنيه معها وتربيها. هذا كان حل زوين بالنسبه لهم وريحتهم من واحد الجبل كبير بزاف. الزوج ديالها بطبيعه الحال ساق الخبار ولكن لحسن الحظ كان متفهم وقبل انه يربيو ديك البنيه. بطبيعه الحال الخاله ما اقترحت عليهم هذا الامر الا وعرفت ان الزوج ديالها ما غاديش يعارض وما غاديش يكون عنده مشكل. فصافي رجعت فاطمه مع الام ديالها وكانها صافي ما بقاتش خدامه يعني قدام الناس قدام الجيران. راكم عارفين سكنه في احياء شعبيه اي حركه كتكون محسوبه وعارفين فين مشيتي وشنو درتي. الغريب في الامر انه مع بالرغم من هاد التضحيات كاملين وهاد الخطط وهاد الشيء كله، فالجيران عرفوا بان فاطمه كانت حامله وعرفوها بانها والده. فتخيلوا كيفاش ان الهضره كما تيقول لك ديرها غير زوينه. يعني وصلوهم المعلومات كاملين، عرفوا اشنو كاين واخا عياهم يخطوا ويخبعوا ويديروا في الاخر عرفوا شنو كاين. فهذا امر طبيعي ما عندك ما دير. الخبار وصلت للاب هو ساق الخبار، فاضطروا انهم يعاودوا له شنو كاين. اضطرت الام تعاود له شنو كاين. مسكين كان في حاله صدمه، كان اخر من يعلم، كان تصدم اخر حاجه يتوقعها من بنته. ما شنو غادي يدير لها؟ شنو واش غادي يضربها؟ واش غادي يقتلها؟ واش غادي يحبسها؟ شنو غيدير؟ اصلا هو كان يعني شخص اللي يعني كبير في العمر وبدا كيعيا. يعني يلاه كيتقاتل بهذيك الخديمه ديال عساس في الليل. صافي مسكين يلاه بالنهار كيجي يلاه كيرتاح كياكل كيرتاح كيمشي يعاود في الليل. ما صافي تقبل الامر ووكل امر الله. هذا هو. صافي بقات فاطمه على هذا الحال هذا. بقات كتحاول تخدم كل مره في حاجه، مره تخدم في مصبانه، مره تخدم في مخبزه، مره مع شي خياطه. المهم كل مره بشنو باش كتجيب هكا صريف وصافي. غير انه المشكل اللي كان عند فاطمه هو انه واخا هاد المشاكل اللي دازت بهم هادشي كله، ف يعني ما بعدتش على الطريق ديال التعارف مع الرجال وهذا. فبالعكس هي وكانها مولوعه بهذا الشيء هذا، وكانه غادي يفوت. راكم عارفين كتفكر راه يفوتني الوقت، غادي يفوتني الطريق، خصوصا انها ما كملاتش قريتها، ما عندهاش شي خدمه مستقره. فكتشوف انه المآل الوحيد ديالها هو انها ترتبط وتزوج. فكانت دايره
يديها ورجليها باش انها تعرف على شي واحد ويتزوج بها. ولكن كان عندها مشكل اللي مقابلها في حياتها، هو انه هي ماشي بكر ووالده عندها بنيه، وهي مخبيه هذا الشيء. واخا لونتوراج عارف الناس كيهضروا، ولكن هي مخبيه هذا الشيء ونكره. فتعرفت على واحد السيد ولد دربهم، كانت كتعجبه، تعرفت عليه وبغاو بعضياتهم وكل شيء، وكان بغا يتزوج بها. ولكن وصلته الخبر بانه فايته والده، فايته كانت مع شي واحد، فايته والده. فهو منين قال لها هادشي، منين سولها قالت له هادشي ما كاينش، وتعصبت عليه، ما عجباش الحال وصافي تفرقت معاه. من بعد دازت واحد المده عاوتاني وهي كتخدم من هنا لهنا، حتى عرفتها الوقت على واحد جدارمي. هذاك الجدارمي كانت بغاتو بزاف، يعني كتشوف مستقبلها معاه، حياتها معاه، هو عجباتو لان كما قلت لكم كانت جميله بزاف، كانت جميله، فعجباتو وبغا يتزوج بها. انتم عارفين فاش كيبغيو الجدرميه او المخزن بصفه عامه انهم يتزوجوا بشي وحده، فكتكون واحد لونكيت على هذيك السيده والاسره ديالها وكل شيء. هي من عرفات هذا الشيء، من قال لها هذا الموضوع ما عجبهاش الحال، ما قبلاتش الفكره. هو كيقول لها راه هذه بروسيدور كدار، انا ما عنديش دخل فيها، انا راني تايق فيك وكل شيء، حيت هو ما عارفش بطبيعه الحال الموضوع ديال الحمل ديالها ولا حتى شي حاجه. ولكن هي دارت مشكل من والو، او خلقات مشكل في تعلاته باش تخليه ما يكتشفش الحقيقه ديالها، وتفارقت معاه. دارت راسها وكانها تقلقت منه، تقلقت من هذا الشيء هذا، وتفارقت معاه. واخا كانت باغاه وباغا تزوج به، ولكن شافت راسها غادي تفضح، غيديروا اونكيت عليها، غادي يعرفوا شنو كاين من الاول حتى الاخر. فالحل الوحيد اللي كان عندها هي انها تفارق معاه بهذه الطريقه هذه. داز الوقت تقريبا وصلت 28 سنه من عمرها، فغادي تعرف على واحد خياط ديال الحومه ديالهم. الخياط هذا كانت كتمشي كتعلم عنده الخياطه. فالبنت عجباته. هو كان في الثلاثينات، ولكن ما عمره ما تزوج، وصراحه هو متواضعه، ولكن برزقه كل شيء ديالو. فعجباته، داروا هو وياها علاقه، كانوا كيتلاقاو في واحد الدار ديالو، وداروا علاقه، وعرفها بانها ماشي بكر. ولكن هو كان مهم نوعا ما متفتح، ما كانش عنده مشكل. هي صرحته، قالت له انا راه ماشي بكر. قال لها ماشي مشكل، قال لها انا مستعد انني نسترك، يكفي انك توبي وتكوني معايا مرة ونصف، فانا ما عنديش مشكل من هذه الناحيه هذه. هي فرحت بزاف لانها اخيرا لقات شي واحد قابل عليها كما هي، بغى يتزوج بها بالرغم انه كان دار معها علاقه وكل شيء، بغى يتزوج بها لانها كانت عاجبه. غير هو فاش يعني قربت له الوقيته اللي غادي يجي يخطبها وكل شيء، بدا كيسول عليها. فاش بدا كيسول عليها بدا كيعرف شي حوايج. مشى واحد النهار سولها، قال لها واش انتي، قال لها واش انتي فايته حملتي مع السيد اللي فايت كنتي معاه على علاقه؟ قالت له لا. قال لها ولكن انا هادشي اللي سمعت كيقولوا الناس، كيقولوا بانك فايته كنتي حامله، الجيران ديالكم كيقولوا راكي فايته كنتي حامله مع شي واحد وباللي عندك بنيه. قالت له لا، هاد الهضره ما كايناش، هادشي عمره ما كان، غير كيكذبوا. هو تيقها ما تيقها، المهم مازال كيتسائل مع راسو، مازال كيسول الناس. ولكن هي مع راسها السيده بحال ولات مهووسه بشي حاجه سميتها زواج، ومهووسه من الناحيه ديال بنتها. يعني كتشوف ان بنتها نقطه سوداء في حياتها. يعني بكثرة ما كل مره كيجي شي واحد كيبغيها، كيكونوا على الابواب الزواج، حتى المشكل ديال بنتها كيخليها تحبس كلشي. فهنا بحال ولات مهووسه، ولات بحال ما شنو طرا لها في دماغها، ولات كتفكر غير بان بنتها هي سبب تعاسها وسبب الخراب ديالها. فبنتها ما يمكنش تبقى مستمره على هذا الحال هذا كل مره، ما يمكنش. وكتشوف عاود هذا الخياط اللي بغاتو بزاف اكثر من القياس، وصافي شافت حياتها معاه، خصوصا انه هو قبل عليها كما هي، فما قدراتش تخيل انه يتفارق معها بسبب بنتها. هي واحد الحاجه كانت كديرها هاد الام هذه اللي خلات حتى الجيران يزيدوا ترسخ لهم الفكره ديال انها حملات وولدت وعندها بنيه. كانت مره كتجيب بنتها عندها من خالتها، من عند خالتها، كتجيبها عندها كتجلس معاها 3 ايام سيمانه، كتجيبها كتجلس معاها، لان بطبيعه الحال الاحساس ديال الامومه كيتحرك فيها وكتوحش بنتها وكتجيبها. وبنتها عرفاتها بلي راه هي امها، عرفاتها. غير هو كانت كتقول لها ما تعيطيليش ماما، كتقول لها ماما، كتقول لها ما تعيطيليش ماما، ما كتبغيهاش تعيط لها ماماها باش الناس ما يسمعوش. وهذا فهاد القضيه زادت ترسخات للناس وخلاتهم يتيقنوا بانه عندها بنت. صافي عرفوها، كل مره كتجيبها كل مره، فباينه كما قلت لكم. صافي الام تهلوسات في دماغها لدرجه ولات كتفكر بدون منطق. تخيلوا فاش غادي تفكر، كتشوف بانه بنتها غتوقف لها في طريقها. تخيلوا الفكره اللي غطيح عليها،
غتنوض واحد النهار غادي تمشي عند خالتها وتقول لها عطيني بنتي نديها معايا للدار تجلس معايا شويه واحد الايامات كما العاده. عطات لها مع حويجاتها وداك الشيء ديالها، دات معاها بنتها للدار. امها كانت خدامه ما كايناش، مسكينه مشات تصور طرف الخبز وباها كان ناعس. فالدار عندهم فيها 2 ايطاج. طلعت بنتها للايطاج الفوقاني، دخلتها لواحد البيت وسدات عليها تما وخلاتها نهار كامل بالجوع. تخيلوا البنت مسكينه كل مره كتعيط ماما ماما فيا الجوع عطيني ناكل، وهي ما كتجاوبهاش. كل مره كتقول ماما فيا الجوع عطيني ناكل. باها ناعس مسكين ما سامع والو، وهي الام ما كتجاوبهاش. تخيلوا ما تحركت فيها حتى شي حاجه، ولات بحال مبرمجه السيده، ولات ماشي ولكن وحش. شنو دارت؟ مشات للسويقه، اصلا هي موجده، جابت العنب، جابت الكفته، وجابت معها شرات دواء ديال الحشرات. تخيلوا. فخلت البنت جاعت مزيان، حلت عليها ودات ليها العنب اللي غسلات وخلاص ودهناتو بهذاك الدواء، هذاك السم عطاتو لها. ومسكينه بالجوع بقات كتاكل حتى بدات كضرها كرشها. تقول لها ماما كرشي كضرني، بدات حاشاكم كترد. هي كتشوف فيها كترد، ولكن ما تحركت فيها حتى شي حاجه، كما قلت لكم كانها مبرمجه. مشات جابت لها الكفته اللي مطيبها موجدها وتا هي دايره فيها داك السم، جابته ليها وكتقول لها كولي. والبنت بالجوع كرشها خاويه بدات كتاكل وصافي شبعات، وكتقول لها زيدي، كتبزز عليها بانها تاكل. بقات كتاكل البنت، صافي حتى مابقاتش قاده وبدات عاوتاني كترد وفيها الحريق كيقطع وكترد. ولكن ما ماتتش. الهدف ديال الام كان هو تقتل بنتها. تخيلوا، جايبه لها السم باش تقتلها تخلص منها. منين شافتها ما ماتتش شداتها بدات كتقج فيها حتى مسكينه قدام الامانه امانته. صافي اصلا البنت سخفانه بالحريق بالسم بكل شيء، فبسهوله ماتت. صافي حطاتها تما فوق الفراش، خلاتها حتى جات امها في العشيه من الخدمه. فاش دخلت كتشوف البنيه مجبته، كتقول لها من البنت؟ قالت لها والو. عطات لها تاكل، جاها الجوع عطات لها تاكل حتى جيت لقيتها ماتت. اويلي كيفاش جيت لقيتها ماتت؟ اويلي من البنت؟ شاد الشيء بقات كتشوف فيها الزروقيه لانها قجاتها، كتشوف فيها الزروقيه مسكينه في عنقها، وكتشوف فيها داك الشيء. قالت لها شنو هاد الشيء هذا؟ شنو هاد الزروقيه هذه يا بنتي؟ شنو هاد الشيء؟ قالت لها صافي هادشي اللي عطا الله. صافي هاد البنت هذه هي اللي كانت واقفه لي في طريقي، واقفه لي في سعدي، خارجه عليا فين ما كان شي واحد بغى يتزوج بيا بسببها، كيعرفوا عندي بنت بسببها ما كيبقاوش غيتزوجوا بيا. صافي دابا ساليتها، غادي ندفنوها وغنساليو هادشي كامل وانا غنتزوج. اويلي الام مسكينه كتندب. اويلي قتلتيها مسكينه، فشلات مابقاتش قادره تهضر. فشلات الام. علاش درتي هادشي يا بنتي؟ اويلي صافي السيده ما بقى عندها حتى شي احساس. شنو دارت؟ البنت ميته، ما نبها ضمير، ما تحركت فيها امومه ولا ندم. لبست جلابتها، مشات كتجري عند الخياط، بقات كتقول له شوف صافي ياك البنت كنت عارف بلي راه عندي بنت، عرفتك سمعتي الهضره وعارف عندي بنت. ياك هاد البنت اللي كانت واقفه ليا في طريقي، واقفه في طريقنا، صافي انا صفيتها ليها، صافي انا قتلتها، ما غتبقاش في طريقنا. صافي دابا غنتزوجوا ونعيشوا انا وياك ونعيشوا فرحانين، وحتى حاجه ما غتوقف في طريقنا. انا ما بقى عندي لا بنت لا والو. قال اش كتقولي؟ شنو هادشي؟ اش كتقولي يا فاطمه؟ اش كتقولي؟ قلت له انا قلت لك صافي البنت اللي كانت واقفه في طريقنا انا راني قتلتها. صافي شوف انا اليوم راه هي ميته، غدا غادي ندفنوها. صافي غادي نجيبو نديروا لها صدقه ونديروا غادي ندفنوها، غتجي خالتي على اساس هي راه بنتها، وغادي نديروا جنازه وندفنوها، وصافي غادي نساليو هادشي كامل، وانا وياك غادي نتزوجوا، غنعيشوا هانين ومرتاحين. كتبغيني وكنبغيك، صافي يلا نتزوجوا ونتهناو من هادشي كامل. هاد الكابوس سالا كتهضر السيده، كتهضر ولات بحال بسيكوباطه، بحال تخلخلات في دماغها. يعني ما فهمتش انا. كتقول للسيد هاد الهضره وكتقول له قتلتها. ما عرفتش كانت كتوقع منه يقول لها برافو عليك صافي يلا نتزوج، ويجرها من يديها ويقول لها يلا نتزوجوا ولا شنو. يفرح السيد، هو بالعكس راه خاف وتخلع فاش شافها هكاك. فسمع ديك الهضره مشى كيجري لدارهم، لدار فاطمه، باش يتاكد من هذا الشيء، حيت جاتو بحال الاحماق السيده، بحال تخلخلات في عقلها. دق عليهم، حلت لامها، قال لها فين هي البنت؟ لقى امها كتبكي اصلا وحالتها. قالت له يا وليدي راه قتلاتها، وليدي قتلاتها. شنو دار؟ يمشي نيشان لعند الشرطه، يعاود لهم شنو كاين، وغادي يجي وغادي يديو فاطمه من الدار. غتلبس حوايجها، تلبس عليها الدره ديالها، ولات كدير الدره، ولات زعما راها مؤمنه وبنت الناس وراكم عارفين. داوها استجوبوها،
اعترفت لهم بشنو كاين، لان اصلا كلشي باين، كلشي باين. فقال لها علاش درتي بحال هكا؟ قالت لهم كانت واقفه ليا في طريقي، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه كانوا غيتزوجوا بيا ومشاو عليا، انا غنبقى بلا زواج، وانا زوينه، وانا ما يمكنش انا زوينه وهذا الجمال كامل اللي عندي ونبقى بلا زواج. قالت لهم كاينين بنات خايبين عليا وتزوجوا داروا دارهم وداروا ولادهم، وانا اللي زوينه وصلت 28 عام وباقي ما تزوجت. شوفوا الدرجه ديال الهوس فين وصل بها. واحد الخطأ اللي درتو في سن صغيرة اللي دفعت الثمن ديالو حياتها كاملة، وصل لها الهوس، وصلها لدرجة أنها تفكر أنها تقتل بنتها فلذة الكبد ديالها. يعني مهما يكون صعيب تحكم على فاطمة بالمؤبد، وبلاصة ما تزوج دخلت الحبس، أو لا بلاصة ما تعيش عانس أتولي عايشة في الحبس. كان افضل واكرم لها انها تبقى عانس حياتها كامله وتبقى مع بنيتها مع الكبيده ديالها، على انها تبقى البقيه ديال حياتها في الحبس حتى تموت. فما كانتش كتفكر، او كما قلت لكم يعني الطريقه كيفاش وصلت لها في الاخر انها تخلخلات في دماغها وما بقاتش طبيعيه، ولات بحال شي بسيكوباتا كتهضر مهووسه ماشي طبيعيه نهائيا، شي حاجه في دماغها وماشي هي هذيك. بكثرة بحال نقولوا بكثرة هذوك لا شوك اللي كانت كتاخذ دوك الصدمات كل مره، فكتبقى تقول غنتزوج غندير وكتبغيه وكتمشي معاه وكل شيء، في الاخر كيجي هذاك لو شوك على شوك على شوك حتى صافي دماغها تخلخل. الله يستر يعني هادشي ما كيضحكش، بالعكس هادشي كيألم بزاف. وهذه كما قلت لكم قصه حقيقيه مغربيه للاسف وطرات، وهاد الاسره دمرات بزاف، الام ديالها دمرات، الاب ديالها حتى هو فاش ساق الخبار دمر. يعني للاسف طريق الحرام دائما كتؤدي للمصائب. الاغلاط ديال الصغر كيبقى الواحد كيدفع الثمن ديالهم حياته كامله. داكشي علاش الواحد خصو دائما يفكر 100 مره قبل ما يدير اي حاجه اي خطوه، يفكر في العواقب. هنا فاطمه لانها كانت باغا تزوج صدقات ما تزوجات ما حتى حاجه، بالعكس راهي في الحبس وضيعات بنتها لا دنيا ولا اخره. هذه كانت قصه مؤلمه وصادمه، نتمنى تكون عبره للقاصرات بالخصوص باش يحضروا راسهم ويردوا لبال راسهم، وعمرهم ما يتغروا بالمظاهر ولا يتغروا بالطوموبيلات ولا يتغروا بالفلوس ولا حتى شي حاجه. قراو تبعوا قرايتكم، ديروا مستقبلكم، والزواج راه جاي لا مهرب منه، راه جاي الزواج، جاي تكوين اسره، جاي كل شيء، حتى حاجه ما غتهرب. بالعكس الحاجه اللي غتهرب عليك هو القطار ديال القرايه، ديال الخدمه، ديال ديري لا كارير ديالك، وتحققي النجاحات في حياتك. من بعد كل شيء كيجي بوحدو بسهوله. اما فاش كتضيعي قرايتك وكتبعي يعني طريق بحال هذه، انه المصاحبه ولا تعرفي على شي واحد ويضحك عليك، كتضيعي حياتك كامله، كتسقي لا خدمه لا قرايه ولا زواج ولا حتى حاجه. كنتمنى تكون هذه القصه نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك، غادي نكون فرحانه بزاف الا وصلتوا معايا حتى لهنايا، ونتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. باي باي.